على خير. رح نحكي عن تونس. تونس تشتعل بالمظاهرات والاحتجاجات الشعبية، مما قد يجعل موقع الرئاسة على المحك، ورئيس الحكومة التونسية قد يتولى السلطة لفترة زمنية معينة حتى يتم انتخاب رئيس جديد لتونس. ايه ده الرئيس اللي موجود انت متوقع انه يرحل في 25؟ أنا هيدا إلهامي، اه ماشي. لأنني أرى عنوان المرحلة المقبلة على تونس الأمن والأمان والاستقرار السياسي والاقتصادي ومواسم سياحية عامرة، وذلك بسبب التغيير الآتي التي ستحققه إرادة الشعب التونسي بشكل كامل وشامل. ومن هنا أرى تونس تستعد لاستقبال حدث مهم سيكون له ضجة إعلامية واسعة من خلال بروز شخصية تونسية مميزة ورائدة، والتي سنراها تحكم تونس خلال المرحلة المقبلة. ولأنني لا أغير توقعاتي يا أستاذ عمر، أعود وأكرر من جديد بأن هذه الشخصية هي مستقبل حتكون تونس للرئاسة والقيادة، مع الرغم أنه هيدي الشخصية ممكن تكون أعلنت ترشيحها للانتخابات الرئاسية سابقا، ولكنهم بعدوا وخافوا من نجاحه وفوزه بالانتخابات. ولكنني أرى عاجلا أم آجلا سيكون هو الرئيس التونسي القادم، وستشهد تونس خلال عهده أو على يده التغيير الكبير وعلى أكثر من صعيد وبكل المستويات، وممكن يكون من النظام السابق على فكرة. اه يعني. م. مم. فهو يتمتع بثقة الشباب، وسيكون محور الاهتمام على الساحة التونسية، كما أراه يعمل على تمكين الشباب من مزاولة العمل في العملات الرقمية، وسيقوم بالانفتاح على العالم الخارجي، كما سيعمل على تغيير المشهد التونسي وخاصة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، مما يجعل تونس أهم الدول أو المدن المناسبة ده للعيش. كده تونس وهو مرشحه في سيعمل 25 ان هي يعني نعم يبقى فيها اكبر تغييرات او صحيح، اعنف تغييرات. خصوصا على إنعاش الموانئ البحرية، ويقوم ببناء الأبراج الحديثة، كما سيقوم بإصلاحات بارزة تشمل المطارات وتطال كل الميادين. وأرى أن هذه الشخصية التونسية بشهرتها وقوتها ستجلب الكثير من الاستثمارات وفرص العمل للمواطن والشباب، وتونس ستصبح في عهدة أرض الفخامة. وسنرى شباب وشابات تونس تقف وتساند هذه الشخصية، وستكون وراءه ومعه وتدعمه بكل خطوة سيقوم بها. توقع وأخيرا جريء. نعم، وأخيرا أرى أن العوامل المناخية والطبيعية القاسية سوف تطال بعض مناطق تونس للأسف، وتترك خلفها أضرار مادية. ممكن يكون شيء من الطبيعة، يعني المناخ هزة أو ما بعرف